سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريه، وقد تكون مخضبة بالدماء، ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية في السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة. أنا من الجيل اللي استلم الراية عالية، راية مرفوعة بفضل ربنا وبفضل اللي رووا تراب الوطن بدمهم الطاهر. النهاردة دوري ودور جيلي إننا نفضل نحكي ونوثق تاريخ محفور بالدم والدموع والصبر. كتبوا اللي عبروا القناة واللي وقفوا تحت الرايات وهم بينزفوا لكن ما يتراجعوش. المصري واجه المستحيل وسطر بدمه أعظم ملحمة، عدى القناة وحطم خط بارليف اللي كانوا بيقولوا عليه إنه لا يقهر. أنور السادات، القائد اللي اختار يواجه، القائد اللي شاف إن أمة كاملة وراه. النهاردة بنفتكر أكتوبر، لازم نفتكر إن النصر ده مش صفحة في الماضي، النصر ده رسالة للأبد، إن مصر مهما تعبت بتقوم. أنا هنا وأمام النصب التذكاري للجند المجهول، المكان اللي أنشأه الرئيس أنور السادات في حياته، وشاء القدر إن هو كمان يدفن وسط أولاده من أبناء الشعب المصري وجنود القوات المسلحة، من أمام النصب التذكاري للجند المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات. لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. تحية للزعيم الراحل محمد أنور السادات، اللي مصر عمرها ما هتنسى أبدا دوره في إعادة التراب الوطني إلى جمهورية مصر العربية.